كتاب كده كان جايب ملخص زي ما تقولي ايه قواعد التربيه، علاقه الاباء بالعيال. انا طبعا جبته على اساس ان انا بقى هبدا تربيه حديثه، واحنا اصلا لسه ما علقناش البامبرز، بس قلت مش مشكله ابتدي اخش كده مع نفسي في التربيه واشوف ايه الموضوع ده. اللي لفتت انتباهي في الكتاب ده جدا قال لك قاعده كده مختلفه شويه عن تربيه العيال. انت مش المفروض تسالي نفسك هو انت بتعملي ايه معاهم صح وما بتعمليش ايه معاهم صح وايه اللي يتعمل والكلام ده. تسالي نفسك هو انت ايه بالنسبه لعيالك. لو جيتي فكرتي السؤال ده بجد احنا عمرنا ما سالناه غالبا. يعني انا لازم ابقى عارفه هل انا بالنسبه لعيالي فعلا شخص هم واثقين فيه ان هم يجوا يحكي لي كل حاجه، شخص قريب منهم مش بيخافوا مني، هل انا شخص يقدروا يتكلموا معاه في كل حاجه، هل انا شخص لو جرى لهم حاجه وحشه فعلا اول حد بيجي بالهم. الحاجات دي انت شايفه عيالك شايفينها فيكي ولا لا؟ اخر في الاول انت المفروض تسال نفسك كاب او كأم انا ايه بالنسبه لعيالي، مش ايه اللي انا بعمله معاهم. لان على فكره الاثنين مختلفين. في اب وام تحسي يا حرام جايبين اخرهم في كل اللي بيعملوه مع عيالهم، وعيالهم بجد لحد النهارده لا بيحبوا يحكي لهم حاجه، لا قريبين منهم بالنسبه لهم بابا وماما يعني طبيعي. الجاب دي بتحصل بصراحه. يعني انا هشيلنا احنا المسؤوليه انه احنا اللي مسؤولين عن اداره العلاقه دي. لا اقدر ان انا اخلي العلاقه دي ان فعلا انا ابقى جديره بالثقه لبنتي، قريبه منها لدرجه انها تحكي لي كل حاجه، انا بقف جنبها ومش بخوفها مني لدرجه انها لو حصل لها حاجه غلط بتيجي تقول لي الكلام ده. دي قاعده يعني مين واساسيه، وانا بالنسبه لي بتترتب عليها كل حاجه تاني في التربيه. وانا وصلت للليفل ده مع بنتي اصلا. هي ممكن تعمل كل حاجه عشان خاطر تريحني، مجرد انها بتحبني حتى لو مش مقتنعه بيها دلوقتي، فاهمه؟